تعالى وبركاته. تغير مفاجئ في حالة الطقس وأجواء غير مستقرة ستميز معظم المدن الشمالية، احتمال كذلك تساقط بعض الثلوج، وذلك بسبب تسرب هواء شديد البرودة قطبي من شمال شرق أوروبا نحو المدن الشمالية، يعمل على انخفاض محسوس في درجات الحرارة. توقعات حالة الطقس لنهار الغد: نرتقب بإذن الله ثلوج، وهذه الثلوج لن تقتصر فقط على المرتفعات بل ستزور وتخص أيضا المدن الساحلية ابتداء من المرتفعات التي يزيد علوها عن 100 متر. شمال الصحراء منطقة الصاورة والواحات أجواء غائمة وملبدة، وعلى العكس نرتقب أجواء مشمسة ومستقرة ستميز باقي المدن الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا المرتقبة لهذه الليلة وصبيحة الغد: درجة تحت الصفر بكل من تلمسان، البيض، الجلفة، درجتان تحت الصفر بباتنا وسطيف، 3 درجات بالعاصمة وسط الصحراء الهجار والتصيلي، وأخيرا 11 درجة بأقصى الجنوب الصحراوية. انخفاض محسوس، أجواء باردة ستميز نهار الغد معظم المدن الشمالية. نرتقب بإذن الله درجة تحت الصفر بمدينة تيارت، درجتان تحت الصفر بالبيض نعاما مشرية، درجة واحدة بالجلفة، درجتان بكل من سطيف، باتنا، قسنطينة وتبسة، 5 درجات بالعاصمة ووهران، 10 درجات بشمال الصحراء، 18 بوسط الصحراء، 16 بالهجار والتصيلي، وأقصى مقياس بأقصى الجنوب الصحراوية. حالة البحر لنهار الغد: بحر مضطرب إلى كثير الاضطراب، سيميز معظم الشريط الساحلي، الرياح تكون شمالية غربية إلى غربية تماما. نطوي أوراق هذه النشرة كالمعتاد بالمعلومات الفلكية لأوقات الشروق والغروب، ودائما لمزيد من التفاصيل أكثر عنوان مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.